اهلا بيكم في سلسلة فيديوهات ازاي اروح المقدمة من منصة وير تو سبوت. في السلسلة دي هتعرف ازاي تروح كل الاماكن اللي في مصر بمنتهى السهولة. تابعنا عشان تعرف اكتر. في الفيديو ده هنتكلم ازاي اروح ميدان الحصري بالمترو. ميدان الحصري في البداية هو بيقع في مدينة 6 اكتوبر، وبيعتبر من اشهر الميادين الحيوية في القاهرة الكبرى، وواحد من اكتر الاماكن اللي عليها اقبال، سواء من طلاب الجامعات زي جامعة 6 اكتوبر وجامعة ام اس اي، او من الناس اللي رايحين مول العرب او شركات او حتى كافيهات ومطاعم. لكن اللي بيدور في ذهن ناس كتير ازاي اروح ميدان الحصري باستخدام المترو. في المقال ده هتعرف بالتفصيل وببساطة ازاي تروح ميدان الحصري عن طريق المترو مهما كان مكان سكنك في القاهرة او الجيزة. كمان نشرح لك البدائل المتاحة بعد ما توصل لأقرب نقطة، وتكلفة المواصلات وأفضل الطرق في أوقات الزحمة. طيب، هل المترو بيروح 6 أكتوبر مباشرة؟ الإجابة ببساطة لا، المترو لسه ما وصلش لمدينة 6 أكتوبر مباشرة، لكن تقدر تستخدم المترو كوسيلة سريعة توصل بيها لأقرب نقطة قريبة من أكتوبر، ومنها تكمل بمواصلات تانية زي الميني باصات أو الميكروباصات أو أتوبيسات النقل الجماعي. طيب، أقرب محطات مترو توصلك للحصري في 3 محطات ممكن تعتبرهم هم بوابتك للوصول لستة أكتوبر: محطة المنيب، محطة جامعة القاهرة، ومحطة بولاق الدكرور. محطة المنيب لو انت ساكن في شبرا وسط البلد، الجيزة، شبرا الخيمة، أو محطة جامعة القاهرة، فمحطة المنيب هي الأنسب ليك. من المنيب بتركب ميكروباص أو ميني باص مكتوب عليه 6 أكتوبر الحصري. محطة جامعة القاهرة اللي هي بالمترو في الخط التاني تقدر تنزل فيها وتطلع تركب ميكروباصات اكتوبر من تحت كوبري الجامعة، اسرع من المنيب احيانا لكن بتتفادى زحمة الدائري. محطة بولاق الدكرور اللي هي الخط التالت حاليا لسه التوسعات شغالة، ولكن بعد افتتاح المرحلة الجديدة تكون محطة بولاق الدكرور مركزية لخدمة اكتوبر، عشان من خلالها تقدر تروح ميدان لبنان وتركب من ميدان لبنان اكتوبر على طول او الحصري، او تقدر تروح بعد كده الجيزة وتركب الحصري من هناك. طيب، ده شرح مفصل حسب منطقتك ازاي تروح ميدان الحصري. لو انت ساكن في شبرا، الساحل، رود الفرج، الخلفاوي، الزاوية الحمراء، هتركب المترو من الخط الأول المرج حلوان وتنزل محطة الشهداء، وتحول للخط التاني وتركب في اتجاه المنيب، وبعد كده بتنزل محطة المنيب وبتخرج تدور على ميكروباصات أو ميني باصات 6 أكتوبر الحصري. طيب، لو أنا ساكن في مدينة نصر، مصر الجديدة الحلمية، سرايا القبة، هتركب من الخط التالت وتنزل محطة العتبة، وبعد كده تحول من الخط التاني في اتجاه المنيب وتنزل من المنيب أو جامعة القاهرة وتكمل زي ما شرحنا فوق. لو انت ساكن في المعادي، حلوان، دار السلام، زهراء المعادي، هتركب من الخط الأول وتنزل محطة السادات وتحول للخط التاني وتكمل في اتجاه المنيب وتنزل هناك. مواصلات من المنيب لأكتوبر سهلة ومباشرة. لو انا ساكن في وسط البلد، تحرير، زمالك، سيدة زينب، تركب محطة السادات وتنزل منيب او تنزل جامعة القاهرة لو اقرب ليك. طيب، من محطة المنيب لميدان الحصري، بعد ما توصل المنيب هتخرج من المحطة وتتمشى شوية باتجاه الشارع الرئيسي اللي هو شارع البحر الأعظم أو الكورنيش. هناك هتلاقي ميكروباصات عليها يافطة 6 أكتوبر ميدان الحصري جامعة، أو أتوبيسات ميني باص مكيف مكتوب عليها نفس الكلام، او تقدر تركب من موقف المنيب الرئيسي اتوبيسات نقل جماعي. الوقت المتوقع طبعا في الظروف العادية بتبقى من 30 ل 45 دقيقة، ممكن تزيد طبعا زي وقت الذروة الصبح او المغرب توصل لساعة، ساعة ونص. يعني مش عايز اقولك ممكن توصل لساعتين لو في حاجة لا قدر الله في الطريق، بس يعني نقدر نقول من نص ساعة لساعة ونص. طيب، من محطة جامعة القاهرة لميدان الحصري، لو نزلت جامعة القاهرة هتطلع من المحطة وتمشي لحد كوبري الجامعة، هتلاقي ميكروباصات كتير جدا رايحة أكتوبر، منها بيعدي على ميدان الحصري أو مسجد الحصري. ممكن تركب 6 أكتوبر الحصري مول العرب. الميزة هنا إنك بتتفادى زحمة ميدان المنيب، والمسافة ممكن تكون أقصر شوية. طيب، المواصلات الداخلية لو عايز توصل مكان معين في الحصري، ميدان الحصري نفسه مش صغير وفيه جامعات ومولات وكافيهات ومدارس، ولو عايز توصل لمكان محدد من الحصري لمول العرب، في ميكروباصات على طول الطريق من الحصري لجامعة ام اس اي او جامعة 6 اكتوبر. تقدر تمشي او تركب تاكسي او توك توك من الحصري للحصري مول او داون تاون، كله قريب وممكن تتمشى. تكلفة المواصلات، طبعا الأسعار على حسب ما بتشوف الفيديو بتشوفه امتى، بس الأسعار بتتراوح ما بين تذكرة المترو من 10 ل 15 جنيه حسب عدد المحطات. من منيب للحصري ميكروباص من 15 ل 25 جنيه حسب الطريق وحسب السواق.
الميني باص من 20 ل 30 جنيه. الأتوبيس اللي هو النقل الجماعي أرخص حوالي 15 جنيه. الإجمالي من أي مكان في القاهرة الحصري المبلغ الكلي من 25 ل 45 جنيه. لو انت رايح نصيحة مهمة، لو انت رايح في وقت الذروة الصبح من 7 ل 9 أو العصر من 4 ل 6، الأفضل تنزل محطة جامعة القاهرة بدل المنيب. ودي طبعا يعني نصايح ممكن تكون بنسبة كبيرة صح وبنسبة كبيرة مش صح، فانت في الأول وفي الآخر بتحكم عقلك وبتبقى عارف ظروف المنطقة اللي انت فيها وظروف البلد. حاول تسأل على خط أكتوبر الحصري عشان ميكروباصات أكتوبر ليها كذا خط، زايد، مول العرب، الحصري، المحور. لو معاك شنطة أو حاجة تقيلة الأفضل تركب الميني باص المكيف، أريح وأمن. لو بتروح بشكل متكرر اسأل السواقين عن ميعاد الرجوع وأماكن التحميل عشان تبقى عارف طريق العودة. هل يا ترى في بدائل للمترو؟ طبعا، لو مش حابب تركب مترو ممكن تركب اتوبيسات شركة مواصلات مصر من رمسيس او عبد المنعم رياض لاكتوبر مباشرة. ممكن تركب ميني باصات من موقف مشعل او منيب او فيصل او الجيزة او ميدان لبنان. لو عايز تركب اوبر او كريم دي ان درايفر لو بتسافر او بتحب تركبهم بأريحية اكتر بس تكلفة اعلى. اقرب وقت للوصول للمونوريل او مترو اكتوبر الجديد جاري حاليا العمل طبعا على مشروع المونوريل 6 اكتوبر، وده هيبقى من اعظم المشاريع اللي مصر عملتها، واللي هيوصل ما بين محطة وادي النيل في المهندسين وبين مدينة 6 اكتوبر مباشرة. وده هيكون مستقبل حال ممتاز وهيوفر الوقت والفلوس، لكن حاليا يتم تشغيله، يعني لم يتم تشغيله حتى يوليو 2025، فاحنا لسه مترقبين المشروع العظيم ده ونقدر نستخدم كل الطرق اللي فاتت. خلاصة المقال، ميدان الحصري تقدر توصله بسهولة بالمترو، حتى لو المترو مش بيغطيه بشكل مباشر. أهم حاجة تعرف أقرب محطة ليك وتحول منها للخط التاني وتنزل في المنيب أو جامعة القاهرة، ومن هناك هتلاقي مواصلات مباشرة وسهلة. لو هنجمع الخطوات ببساطة، تركب المترو وتحول للخط التاني، تنزل منيب أو جامعة القاهرة، تخرج وتدور على ميكروباصات 6 أكتوبر الحصري، توصل هناك خلال 30 ل 60 دقيقة حسب الزحمة. هسيبلك اللينك في التفاصيل، تقدر تخش تقرا التفاصيل أو تبعته لحد من أصحابك، وهتلاقي مقالات تانية بتشرح لك ازاي تروح أماكن كتير جدا في مصر. اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الجديد عن كل الأماكن اللي عايز تروحها وترشيحات تانية كتير، وانتظر من منصة وير تو سبوت كل الجديد دايما.